الفنانة ملك أحمد زاهر كلت الجو خالص من أختها ليلى، وتصدرت الترند الساعات اللي فاتت بعد ما نشرت صورتها قبل وبعد ما تخس. ملك فاجأتنا كلنا بالفرق الشاسع بين شكلها قبل التخسيس وبعده، ظهرت كأنها واحدة تانية خالص، وده اللي خلى كتير من الجمهور يسأل على النظام اللي مشيت عليه علشان توصل للمرحلة دي. يلا بينا نفصص لكم الموضوع ونقول لكم الوصفة السحرية للرجيم على طريقة الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر. ملك أحمد زاهر مشيت على دايت قاسي جدا علشان تقدر تتحول من السمنة المفرطة اللي كانت بتعاني منها لرشاقة ومظهر وجاذبية. بدايات الفنانة ملك أحمد زاهر كانت مع أختها ليلى في فيلم عمر وسلمى الجزء الثاني، وبعدها شاركت ملك في مسلسل القاصرات اللي يعتبر نقلة كبيرة جدا في مسيرتها الفنية، وبعد كده اختفت تماما عن الشاشة لفترة طويلة، رغم ان ليلى كانت في حالة نشاط في السينما والتلفزيون وكمان البرامج. وانتشرت صور لملك خلال فترة اختفائها وهي بوزن زايد جدا، واكيد كان هو ده السبب اللي منعها من الظهور على الشاشة. كمان ملك كانت اتعرضت للتنمر وقتها بسبب شكلها ووزنها، سواء على السوشيال ميديا بعد انتشار الصور او في الشارع، وعشان كده قررت انها تبدأ حياة جديدة بشكل جديد علشان ترجع تاني لجمهورها. وفجأة رجعت ملك زاهر مرة تانية للظهور على الشاشة بشكل مختلف تماما، وقالت انها كانت مختفية بسبب انها ما كانتش جاهزة نهائيا، وان معاناتها مع السمنة كانت صعبة جدا لحد ما قررت انها تحاربها علشان ترجع للاضواء مرة تانية. ملك قالت قبل كده انها قررت توقف تمثيل في عام 2013 وكان عندها حوالي 9 سنين بسبب ان وزنها زاد بدرجة كبيرة جدا. وزنها كان عدى 100 كيلو، وده خلاها في حالة صعبة جدا منعتها من الظهور قدام الناس، وكمان كانت بتهرب من التصوير او حتى من القعاد مع صحابها. ملك اكدت انها ما كانتش بتخرج من البيت نهائيا بسبب انها كانت بتسمع كتير من التعليقات السلبية بسبب زيادة وزنها، وقالت انها اتبعت نظام قاسي جدا علشان تقدر توصل للشكل المثالي اللي شايفينه دلوقتي. طب يا ترى ملك احمد زاهر خست ازاي؟ ملك اتكلمت عن النظام اللي مشيت عليه علشان توصل للرشاقة دي، وقالت انها راحت لدكاترة متخصصين ولعبت رياضة وكانت بتشرب مية كتير جدا، وكمان اسرتها ساعدتها جدا في الموضوع ده لحد ما وصلت لحلمها. وقالت انها خلال 2 سنين بس قدرت انها تكسر الحاجز النفسي اللي عندها وتخس وترجع تاني للشاشة ولجمهورها اللي بيحبها. ملك احمد زاهر مش هي الحالة الوحيدة بس اللي كانت بتعاني من السمنة في اسرتها، والدها كمان الفنان احمد زاهر كان بيعاني من السمنة المفرطة ووزنه وصل ل 185 كيلو. احمد زاهر كان حكى عن قصته مع السمنة وقال اسرار كتير عن السبب اللي خلى وزنه وصل للرقم ده، وقال السبب هو الغدة الدرقية اللي وقفت عن العمل عنده، ولا كانت عاوزة عملية ولا كانت متضخمة، وان ده مرض بيجي لواحد من كل 10 مليون شخص. وقال انه فجأة في 3 شهور وصل من 80 كيلو الى 185 كيلو، وكان بيروح لدكاترة ويعمل رجيم وفي الاخر برضو يلاقي نفسه تخن، فكان بياكل بقى ما هي بايظة. لكن زوجته ساعدته ودعمته وصممت انهم يخسوا سوا لحد ما فعلا خس ووصل للشكل اللي شايفينه بيه دلوقتي. وده اللي خلى كل اللي يشوف احمد زاهر يفتكر انه اخو ملك وليلى مش والدهم.